مشاهدينا في كل مكان، نشرة أخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد. نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة لبذل مساعي حثيثة للحفاظ على مكتسبات محو الأمية المحققة. الاحتفال بالذكرى 60 لبدء الكفاح المسلح في المهجر. منتجو العسل يشيدون بأهمية التأطر تحت رعاية الجمعية. القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة المتهمين في اعتداءات باريس. أكثر من 40 قتيلا بحريق في سجن بإندونيسيا. ومصرع شخص وتحذيرات من أمواج مد عالي بسبب زلزال ضرب جنوب المكسيك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت وزارة التعليم في رسالتها بمناسبة 8 سبتمبر اليوم الدولي لمحو الأمية لإيجاد حلول عاجلة بالتعرف على أسباب مقاطعة التعليم في البلاد، وضرورة العمل الجاد للحفاظ على المكتسبات المحققة في محو الأمية. إن اليوم الدولي لمحو الأمية التي يحتفى بها سنويا لتعزيز المشاركة بخلق فهم وإدراك عاليين، يحتفى بها هذا العام في الوقت الذي تجري استعدادات مكثفة لاستئناف برنامج محو الأمية الذي توقف لفترة عامين نتيجة لأزمة جائحة كورونا والقيود المفروضة لمكافحتها. فيما توضح رسالة وزارة التعليم بأن هذا الاحتفاء يزيد من رزانة ومكانة 8 سبتمبر. وقالت الوزارة في رسالتها أن الاحتفاء بهذا اليوم تحت شعار محو الأمية من أجل تعافي محوره الإنسان تضييق الفجوة الرقمية، أن تنفيذ برامج محو أمية المواطنين يعكس مكانته المهمة في تأمين تعافي محوره الإنسان. وشددت الرسالة على أهمية خلق بيئة صلبة وآمنة في تقوية العملية التعليمية بإعادة أنشطة التعليم والتأهيل إلى طبيعتها في العام الدراسي 2020-2021. وأضافت رسالة الوزارة قائلة إن أنشطة محو الأمية لن ترتكز على الكتابة والقراءة فقط، بل أنها أساس متين ومهم ودافع قوي لفهم وإدراك واسعين وترسيخ ثقافة المشاركة في مختلف الأنشطة الاجتماعية واستمرارية التعليم والنماء. وبالتنسيق مع شركاء العمل يجب إدخال آليات تساعد في تحسين إدارة العمل أخذا في الاعتبار هذه الحقيقة. يحتفى باليوم العالمي على مستوى البلاد للمرة 20 وعلى المستوى العالمي للمرة 56. احتفل الإريتريون المقيمون في بريطانيا العظمى وأستراليا ونيوزيلندا بالذكرى 60 لبدء الكفاح المسلح بروح وطنية عالية. ووفق المعلومات الواردة، أوضح السفير ستيفانوس هابتماريان في بريطانيا وأيرلندا في فعاليات الاحتفال التي جرت في 4 سبتمبر بلندن، أوضح مكانة 4 سبتمبر في تاريخ النضال الإريتري، داعيا في الوقت نفسه للدفع بالتنظيم القوي والوعي الذي صنع معجزات في النضال التحرري ولا زال سرا عميقا لكافة إنجازات وانتصارات تحققت. وشهدت المناسبة عروض فنية أبرزت التحديات التي تجاوزها الشعب الإريتري والاستشهاد المدفوع ثمنا لنيل الحرية. من جهته قال رئيس الجالية الإريترية في بريطانيا السيد أحمد محمود إن الجهود الجارية لبناء إريتريا الحرة المزدهرة المستقرة تتمتع بالأمن والسلم، لا محالة من نجاحها بالوحدة القوية للشعب والقيادة الحكيمة. في غضون ذلك، أفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين المقيمين في مختلف المدن الأسترالية والنيوزيلندية احتفلوا بالفاتح من سبتمبر متجمعين في القاعات حضورا وعبر الفيديوهات الافتراضية. وقال القنصل العام في أستراليا السيد محاري تخستين الفاتحة من سبتمبر هو يوم تاريخي للشعب الإريتري،
وذكر في الوقت ذاته بأننا لن نثبت خلال 60 عاما مضت الوجود والدوامة فقط، بل أكدنا بجدارة أننا مصدر نماء وتطور أمة، وخاصة الترابط والتماسك الوطني والوعي السياسي العالي، وعلينا ضرورة تجديد عهدنا ونحن نحتفل سنويا بهذا اليوم التاريخي. وأشار السيد المحاري إلى أن الشعب الإريتري في الداخل والخارج يفشل دائما كافة المؤامرات الهادفة لإركاعه حسب قوتها وقدومها، لذا علينا اليوم أيضا تعزيز مشاركتنا في البرامج التنموية الجارية لبناء إريتريا المزدهرة بتمتين تأطيرنا. وتوضح المعلومات الواردة إلينا بأن رؤساء الجاليات والجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا قدموا كلمات عبر الفيديو الافتراضي، بالإضافة إلى تنظيم فقرات تمجد وعظمة المناسبة التاريخية. صرح 180 منتجا للعسل في الإقليم الأوسط بأن الأعمال المسيرة بالانضواء تحت رعاية الجمعية تساهم في رفع المنتجات. وأوضح المنتجون بأنهم ينتجون سنويا 100,000 كيلو من العسل ويبيعونها في الأسواق عبر جمعيتهم بسبل آمنة وأسعار زهيدة، مشيرين إلى أن تبادل التجارب والتعاون الجاري فيما بينهم ساعد في إنتاج عسل مصفى بكميات متزايدة. وقالوا أن التجمع في جمعية يساعد لتقييم المعدرات ويخلق بيئة صلبة تسهم في اكتساب المعرفة وتبادل المعلومات، مؤكدين على بذل مساعي حثيثة لتحقيق أهدافهم المتمثلة في إنتاج عسل مصفى وبيعه على المجتمع بأسعار زهيدة. وذكر المجتمع للحد من العسل المعروض في الشوارع والذي لا يعرف مصدره، والتركيز على العسل المصفى والآمن، مناشدين الجهة المعنية أيضا للحد من الأعمال غير المسؤولة. هذا وتعتبر جمعية منتجي العسل في الإقليم الأوسط جمعية خاصة تأسست عام 2001. دعا حاكم الإقليم الأوسط السيد فسح يحيى للدفع بقوة وتنظيم دقيق لتفعيل أنشطة حماية التربة وحفظ المياه، لما تلعبه من دور بارز في تنمية التنوع الأحيائي وخاصة تربية أسماك المياه العذبة، وذلك على هامش الاجتماع الذي عقده فرع وزارة الثروة البحرية في الإقليم في 7 سبتمبر لتقييم أوضاع الأسماك والأنشطة المنتظمة لتربية أسماك المياه العذبة. وفي التقرير الذي قدمه مسؤول الفرع في الإقليم السيد إيساو توكو، أوضح تربية أسماك المياه العذبة في 40 سدا من أصل 80 سدا تنتشر في الإقليم، مشيرا إلى امتلاء 7 سدود بالطمي وفشل البرنامج ونجاحه في 33 سدا، مما ساهم في تناول المواطنين الوجبات السمكية. وقدمت في المناسبة المهام المسيرة بالنظر إلى الإنجازات المحققة والتحديات تمثلت في التعرف على السدود التي يمكن تربية الأسماك المياه العذبة فيها، وكذلك الأسباب المؤدية إلى امتلاء السدود بالطمي وتلوث المياه التي تظهر نادرا، واستخدام غير آمن للمضخات والوقود والزيوت التي أدت إلى نفوق الأسماك، والاحترازات التي يمكن أن تتبع في استخدام أدوية الآفات الزراعية والأضرار الناجمة عنها. في الختام قدم المشاركون آراء تساعد في إنجاح الأعمال المنفذة في المستقبل وتعزيز دور المدراء ومكاتب الزراعة لقيام المجتمع برعاية وكذلك عناية جيدة للسدود تحميها من الامتلاء بالطمي. نظمت جمعية الإعاقة الذهنية والجسدية في مدينة عصب دورة مهنية استمرت ل4 أشهر، واشتملت الدورة التي شارك فيها 26 مواطنا بينهم 13 مواطن على أعمال الزعف ومبادئ الرسم. وأوضح رئيس الجمعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد تسفاي تخلة في مراسم التخرج أن الهدف من الدورة المقدمة إلى جانب التعليم الأكاديمي هو خلق بيئة تساعد المشاركين في الاعتماد على ذاتهم. وذكر السيد تسفاي تأهيل 5 أعضاء العام الماضي بالأفران لتأمين مصدرهم الاقتصادي، ويوجدون في الوقت الحالي في وضع جيد.
وقال طبيب علم النفس في الإقليم الشاب تسفى ميكائيل أمينة أن رعاية الجهات المعنية مسؤولية كافة المواطنين، مناشدا لتعزيز دور الآباء لتوسيع أنشطة الجمعية في كافة أرجاء الإقليم. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. بدأت اليوم الأربعاء محاكمة المتهمين في الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية وضاحية سان دونتي الباريسية في 13 من نوفمبر 2015 بمحكمة الجنايات الخاصة في باريس. وستدوم هذه المحاكمة التي وصفت بمحاكمة القرن 9 أشهر يجري فيها الاستماع إلى شهادات نحو 1800 شخص من ضحايا وأقرباء قتلى وجرحى وناجين من الهجمات الدموية التي خلفت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا، فيما سيمثل أمام القضاء 20 متهما من بينهم صلاح عبد السلام الجهادي الوحيد الذي بقى على قيد الحياة من بين الإرهابيين الذين خططوا لهذه الاعتداءات والتي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية. ويتوقع أن تستمر محاكمة المتهمين لغاية شهر مايو 2022 من قبل المحكمة الجنائية المشكلة من 3 وكلاء للجمهورية و4 مساعدين لرئيسة المحكمة، فيما ستجري المداولات تحت حراسة أمنية مشددة، إذ تم نشر عدد كبير من رجال الأمن قرب المحكمة وبداخلها لضمان السير الحسن للأشغال التي ستجري في قاعة كبيرة بنيت خصيصا لهذا الغرض. لقي 41 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في سجن بإقليم بانتن بإندونيسيا وفق ما أعلنت عنه إدارة السجون الإندونيسية. وقال متحدثة باسم مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان بإندونيسيا أن حريقا نشب في سجن بإقليم بانتن وأسفر عن مقتل 40 شخصا. وأضافت المتحدثة ريكا أبريانت يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق، مشيرة إلى أن السلطات تخلي السجون. وقالت أبريانت إنه تم نشر المئات من رجال الشرطة والجنود للسيطرة على سجن تانغرانغ الذي تم تصميمه لإيواء 1225 نزيلا، ولكن يضم أكثر من 2000 سجينا. أعلنت السلطات المحلية في المكسيك مقتل شخص ووقوع عدد من الخسائر البشرية في الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجات، حيث يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية جيريرو، وعلى بعد 400 كيلومتر من جنوب العاصمة مكسيكو. وأضافت أن الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة أدى إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة. وكان رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أكد أنه بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وهز وسط وجنوب البلاد، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة في العاصمة والولايات التي تحيط بها إلى الجنوب. هذا ولقي 16 مريضا على الأقل حتفهم بعد أن ضربت الفيضانات مستشفى في وسط المكسيك وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي حسب ما ذكرت السلطات. وفقا لوسائل الإعلام المكسيكية كان من بين الضحايا مرضى كوفيد 19 الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين للبقاء على قيد الحياة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصبحت البيتكوين عملة رسمية في السلفادور إلى جانب الدولار الأمريكي، لتصبح الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أول من اعتمد لعملة المشفرة كعملة قانونية. وقال رئيس السلفادور نايد بوكير أن البلاد على وشك صنع التاريخ بهذه الخطوة بعد أن أكدت مسبقا أنها اشترت 400 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 20.9 مليون دولار بأسعار اليوم. ويقول المؤيدون أن هذه الخطوة ستجعل من الأرخص والأسهل على المهاجرين إرسال الأموال إلى بلادهم في السلفادور، وهو أمر مهم نظرا لأن مثل هذه التحويلات تمثل أكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد،
وفقا لأرقام البنك الدولي. يذكر أن الاحتجاجات في سلفادور اندلعت ضد اعتماد بيتكوين كعملة قانونية في البلاد. وأظهر استطلاع أجرته جامعة أمريكا الوسطى UCA بالسلفادور أن معظم السلفادوريين لا يوافقون على قرار الحكومة بتبني عملة البيتكوين كعملة قانونية. ختام لهذه النشرة، إليكم أهم ما جاء فيها. دعوة لبذل مساعي للحفاظ على مكتسبات محو الأمية المحققة. الاحتفال بالذكرى 60 لبدء الكفاح المسلح في المهجر. منتجو العسل يشيدون بأهمية التآطر تحت رعاية الجمعية. القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة المتهمين في اعتداءات باريس. أكثر من 40 قاتلا بحريق في سجن بإندونيسيا. ومصرع شخص وتحذيرات من أمواج مد عالي بسبب زلزال ضرب جنوب المكسيك. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.